سعادة صاحب الجلالة على إقليم الصمام، الوفد المرافق له، أيها الحضور الكريم، حللتم بنا أهلا ونزلتم بنا سهلا، وأهلا ومرحبا عدة مرات، خاصة ونحن نحيي في هذه الذكرى السنوية، المولى للولي الصالح الشيخ سيدي عبد الله موسى في نسختها الرابعة عشر تحت شعار زاوية الشيخ سيدي عبد الله موسى منارة صوفية وعمق المغربي الإفريقي الدالة على دور المغربي في عمقه الإفريقي التاريخي والثقافي والديني والحضاري. والآن مع كلمة ترحيبية باسم الشرفاء والغيبات الجهاد يلقيها الأب مولاي إسماعيل سلمى فليتفضل مشكور. سعادة الهضور الكريم، مرحبا وسهلا واهلا. وانا ما نعرف شيء افضل من مرحبا تنجاد يلقات الرسول فيك عم سدة سنتها. ولك مرحبا بكم مدنيين وعسكريين، كل واحد بيشفو وكل واحد عارف طريقه. ولك مرحبا بكم وسهلا ومهلا ومرحبا بكم وصلنا لك شرفنا النهار فضيل صالح عند هذا الواد عنده السلاح الفضلاء وبلدكم وسكناكم تراثكم، رانا مرحبين بكم ورانا محمدين وشاكرين مميزين شرقا وغربا خطوات سيدنا اللي في افريقيا والسرغيب. نؤمن به علينا مصائب الدنيا، وأن لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ونسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، وأن لا تجعله تيرة علينا ولا حسرة يوم القيامة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله عام صاحب الجلالة على إقليم السمارة والوفد المرافق له، السادة الشيوخ وأعيان ووجهاء وممثلي السلطات والسادة المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، السيد رئيس جمعية مولاي عبد السلام بن مشيش للتنمية والتضامن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحضور الكريم. وبعد، سيرا على العادة التي سطرتها لنفسها ودعما منها للإشعاع الروحي الصوفي بالأقاليم الجنوبية عموما وجهة العيون الساقية الحمراء خصوصا، ومصداقا لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تحيي جمعية سيدي عبد الله موسى الرقيبي المشيش الإدريسي للتنمية والتسامح موسمها الرابع عشر لقبيلة شرفاء الرقيبات البهات تحت شعار زاوية سيدي عبد الله موسى منارة صوفية وعمق مغربي إفريقي. وهو الشعار إن دل على شيء فإنما يدل على التلاقح الديني والثقافي على مر العصور بين المغرب وعمقه الإفريقي. أيها الحضور الكريم، إننا وإذ نحيي هذه المناسبة العظيمة لنؤكد تثميننا العالي لعودة المملكة المغربية إلى مكانها الطبيعي داخل الاتحاد الإفريقي، مشيدين بحكمة وتبصر صاحب الجلالة مولانا محمد السادس نصره الله بمدح أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا. ولا تفوتنا الفرصة دون أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم ودعم وتجشم على السفر ليشاركنا هذه المناسبة الدينية. وفي الختام نجدد تشبثنا الدائم بأهداف العرش العلوي المجيد، سائلين الله تعالى أن ينصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يشد أزره بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن، وأن يحفظ سائر أفراد الأسرة المالكة الشريفة. كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد بواسع رحمته المغفور لهما مولانا الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء ومولانا محمد الخامس بطل التحرير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السلطة العالية بالله. مولانا صاحب الجلالة أمير المؤمنين السلطة الرسول الأمين حامي حمى الملة والدين سيدي محمد السادس دام لكم العز والنصر المبين. نعم سيدي أعزكم الله، بعد تقديم ما يليق من فروض الطاعة والولاء ومكين الوفاء والتشبث بأهداف عرشكم المنير والإعراب عن التعلق الدائم بشخصكم الكريم،
نتشرف نحن خدام العرش الأوفياء شيوخ وأعيان ووجهاء قبيلة الرقيبات لبيهات وأعضاء جمعية سيدي عبد الله موسى الرقيب المشيش الإدريسي للتنمية والتسامح أصالة عن أنفسنا ونيابة عن كافة أفراد القبيلة، ونحن نحتفل بالموسم الديني الرابع عشر للولي الصالح الشيخ سيدي عبد الله موسى المنظم تحت شعار زاوية سيدي عبد الله موسى منارة صوفية وعمق مغربي إفريقي، لنعبر لجلالتكم عن امتناننا وتقديرنا لما تكونونه للشأن الديني وأهله من كريم العناية وعظيم الرعاية، ونجد في دعمكم ورعايتكم له ضمانة قوية كبيرة باستمرار عطائه وصيانة مكاسبه والارتقاء به ليظل المغرب مستمرا في إشعاعه العلمي والديني وأداء دوره الحضاري. كما نشيد بالرعاية المولوية التي تولونها إلى هذه الأقاليم الجنوبية العزيزة، وحرصكم الدائم على النهوض والرقي بها دينيا اجتماعيا اقتصاديا وسياسيا، مثمنين عاليا قراركم الحكيم القاضي باستعادة المغرب لمكانته الطبيعية داخل أسرته الإفريقية، ومؤيدين مقترحكم الحكيم المتمثل في منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم الجنوبية الغالية. مولانا أمير المؤمنين حفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم ذخرا لهذا البلد الأمين وسائر أقطار المسلمين، وكلل بالتوفيق والنجاح مساعيكم لتنمية البلاد داخليا وخارجيا، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشقيقته الأميرة المصونة لاله خديجة، وشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وتغمد برحمته الواسعة بقيدي العروبة والإسلام وبطلي التحرير والاستقلال جلالة الملك المنعم الحسن الثاني وجلالة الملك محمد الخامس قدس الله روحيهما ونور ضريحيهما وأسكنهما فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنه سميع مجيب. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. وحضر بزاوية الشيخ سيدي عبد الله موسى يوم السبت 12 جمادى الثاني 1438 للهجري الموافق 11 مارس 2017 الميلادي، خدام الأعتاب الشريفة شرفاء قبيلة الرقيبات لبيهات جمعية سيدي عبد الله موسى الرقيب المشرشي الإدريسي للتنمية والتسامح. مشكور. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام، نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او اعلنته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم انا نسالك ان تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا وإنابة ورحمة تعم الحاضرين والغائبين والأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا أمنته يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك في هذا الجو الرباني أن تنصر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتذل به رقاب أعدائك المشركين. اللهم كن له وليا وظهيرا ونصيرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام، واحفظه في حله وترحاله، في سفره وإقامته قرير العين في سمو المولى عهده المولى الحسن، واشدد أسر جلالته بسمه المولى الرشيد وبسائر أفراد أسرته وشعب الوفي، وأغدق اللهم شآبب رحماتك ومواهب مغفرتك على بطلي العروبة والإسلام مولانا جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني. اللهم اجعل روحيهما الوطنيتين الطاهرتين الشريفتين مع أرواح الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تجنب بلادنا الزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم رد كيد الكائدين وحسد الحاسدين عن هذه البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظها حفظا كاملا تاما يا ذا الجلال والإكرام من كل مكروه.
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من عادة الزاوية